دي 10 مميزات تخليك تشتري الجالاكسي A16. اول حاجة احنا عندنا الجهاز بأرفع من الجيل السابق الجالاكسي A15. السمك اللي انت شايفه دلوقتي ده 7.9 ملي، يعني حرفيا ده ارفع موبايل اقتصادي عند سامسونج في الفئة الاقتصادية. يعني ده ارفع من الجالاكسي A25 والجالاكسي A55 اللي هم اغلى منه بحبة حلوين. مش محتاج اقول لك ان الجهاز كل ما يبقى رفيع ده بيخلي مسكة الموبايل في الايد اسهل ومريحة اكتر في الايد. تاني ميزة معانا هنا ان حواف الشاشة قلت عن الجيل السابق في الجالاكسي A15 بالنسبة للحافة اليمين والشمال. عندك يمين وشمال الشاشة هنا الحواف قلت، وتقدر تقول كده بقت قريبة لحواف الموبايلات اللي اغلى منه بالنسبة لليمين والشمال. يعني عندك هنا نسبة استحواذ الشاشة وصلت ل86% بدل 83 او 84 حاجة كده في الجيل القديم. ده غير كمان ان الشاشة هنا كبرت بقت 6.7 انش اكبر من الجيل السابق. وبرضو مش هننسى ان دي احلى شاشة ممكن تمسكها في الفئة الاقتصادية من ناحية الالوان ومن ناحية السطوع. الشاشة دي محترمة جدا. وطبعا مش محتاج اقول لك شاشات سامسونج والوان سامسونج، انت طبعا عارف كل الكلام ده، ان شاشة سامسونج في اي فئة طبعا بتبقى هي المكتسحة من ناحية الالوان، والمشاهدة على الشاشة دي من اروع ما يكون هنا خصوصا مع الحجم الكبير. والميزة اللي بعد كده واللي انا بقول عليها دي اقوى ميزة تخليك تشتري موبايل سامسونج، انك عندك هنا فترة تحديثات كبيرة جدا. عندك دعم تحديثات 6 سنين اندرويد وامان. يعني حرفيا اجدع موبايل في الفئة دي بالكتير قوي من اي شركة تانية هيكون دعم لسنتين تحديثات اندرويد، وبيني وبينك يعني ده لو وصلت له السنة التانية. لكن عندنا هنا في سامسونج 6 سنين تحديثات اندرويد في موبايل اقتصادي تحت ال10,000 جنيه. دي نقطة مش هتلاقيها عند اي منافس تاني ولا اي شركة تانية. انا عايز اقول لك ان موبايلات الفئة المتوسطة اللي بضعف ثمن الموبايل ده مرتين تلاتة من الشركات التانية اقصى حاجة وصلوا لها 3 سنين تحديثات اندرويد، انت عندك 6 هنا. يعني حرفيا اكنك معاك موبايل فلاج شيب من شركة تانية او من سامسونج نفسها حتى. ده غير كمان سوفت وير سامسونج اللي محتاجين نتكلم عليه بشكل كبير جدا. اقوى وانضف سوفت وير هتلاقيه على موبايل اندرويد هو الوان يو اي، خصوصا كمان مع الوان يو اي 7. الواجهة هنا راحت لحتة تانية خالص، وحرفيا مفيش واجهة اندرويد تقدر تنافس الوان يو اي من ناحية المميزات والشكل والتصميم. محدش موجود يقدر ينافس هنا. يعني حرفيا سامسونج في حتة تانية لوحديها مع الوان يو اي. دي نقطة قوية جدا لو انت بتشتري موبايل وحابب يقعد معاك فترة طويلة 3 4 5 سنين. انت محتاج فترة تحديثات كبيرة، ودي فعلا اللي بتوفرها لك سامسونج هنا. نروح بقى للميزة اللي بعد كده. عندنا معالج قوي الهيليو جي 99. طبعا هو ما اتغيرش عن الجيل السابق في الجالاكسي A15، ولكن انا بقول لك ليه ميزة هنا. لان اغلب المنافسين جايين بمعالجات اقل من هنا زي السناب دراجون 685. يعني مش هتلاقي حد مستخدم المعالج ده غير تقريبا موبايل واحد، ومفيش داعي لذكر اسمه، اكيد انت عرفت انا قصدي ايه. ولكن مش هتلاقي الاداء اللي هيدولك المعالج من الجلاكسي 16 مختلف تماما عن الاداء اللي هتاخده من الموبايل التاني. وانت اكيد شفت مراجعات للموبايل ده وعرفت انا قصدي على ايه. سامسونج هنا مع الواجهة المستقرة بتعرف تعمل سوفت وير محترم، فمستغلة قدرات المعالج كويس جدا هنا، فهتاخد اداء مختلف. فحرفيا ده افضل اداء تحت 10,000 جنيه هتاخده هو من الجالاكسي A16. وطبعا بقول لحد 10,000 جنيه لان للاسف كان في موبايل تحت ال10 هنا كان اداؤه اقوى اللي هو الجالاكسي A25، كان في حدود ال 8,500 جنيه. لكن طبعا الكلام ده كان زمان قبل موضوع الضريبة وموبايلات تغلى، يعني خلاص بقى عندنا A16 دلوقتي هو اللي ماسك الفئة دي، فهتاخد اداء مستقر جدا ومحترم على الفئه دي. وعايز اقول لك ان الميديا تك الهيليو جي 99 ده نفس الاداء بتاعه اللي هو الهيليو جي 100 محطوط في موبايلات ب 14 و15 الف جنيه. فانت مش واخد اداء قليل هنا، لا انت واخد اداء احسن ما يكون على تمن الموبايل، خصوصا انك معاك الشاشه المحترمه دي. فاحنا هنا مش مضحيين مثلا بالشاشه وجودتها على حساب ان احنا نحط معالج كويس، لا انت معاك نقطه شاشه قويه مع معالج قوي. الميزة اللي بعد كده عايز تصور، عايز كاميرا نظيفة، عايز كاميرا كويسة جدا، قيمة مقابل سعر للمبلغ اللي انت هتدفعه. حرفيا دي انضف واقوى كاميرا هتلاقيها تحت ال10,000 جنيه او لحد ال10,000 جنيه هو الجالاكسي A16. مفيش موبايل لحد 10,000 جنيه ينافس الكاميرا دي
غير الجالاكسي اي 16. يعني حرفيا لو هنقول لو اعلنوا عن العشرة وصلنا ل 11000، فين الكاميرا اللي ممكن تبقى احسن من هنا؟ اقول لك ساعتها النسخه بتاعه الاي 25. لكن لو الاي 25 مش موجود حرفيا، هو ده الموبايل اللي هيبقى موجود واقوى كاميرا موجوده. وانا بتكلم هنا عن الصور وعن الفيديوهات. كمان هنا انت عندك كاميرا الترا وايد، زاويه التصوير الواسع، ودي مش هتلاقيها في اي موبايل تاني بالثمن ده. سيلفي، عندك كاميرا سيلفي محترمه هتاخد منها صور مقبوله. هي مش اقوى صور هتاخدها من الكاميرا السيلفي، بس حرفيا اتحدى اي حد يجيب لي كاميرا سيلفي تديك صور احسن من الموجوده هنا في الجالاكسي اي 16، خصوصا مع تصوير الفيديو بالكاميرا السيلفي والكاميرا الرئيسيه. حاجه محترمه جدا هنا. فعايز كاميرا، فحرفيا الكاميرات هنا اقوى ما يكون بالنسبه للكاميرا الرئيسيه، وعندك كاميرا الترا وايد وكاميرا سيلفي وعندك كمان كاميرا ماكرو. فتجربه التصوير مرضيه جدا هنا بالنسبه للمبلغ اللي انت هتدفعه. لكن طبعا بنتمنى انها نتطور عن كده ونحط الاو اي اس. تقدر تشوف كل ده في فيديو العيوب اللي احنا عملناها قبل كده. تاني ميزه هنا نسيت اقولها على التصميم في البدايه، هو الموبايل الحقيقه هو مش رافع بس، لا انت كمان عندك هنا شهاده مقاومه لرذاذ الماء والغبار الاي بي 54. الموبايل هنا مقاوم لرذاذ الماء، لو في اي ميه جت عليه، امطار خفيفه، ماء عذب، ميه عذبه، الموبايل هنا مش هيتاثر ومش هيحصل له اي حاجه. لكن طبعا ما تنزلش الموبايل في ميه مباشره او تغمره في الماء، هو مش واخد شهاده بكده. وحتى لو اي موبايل واخد شهاده بكده، ما تنزلوش المايه لو سمحت. لو الموبايل حصل له حاجه، الضمان لا يشمل الاعطال اللي بتبقى نتيجه المايه. لكن الموبايل هنا فيه شهاده لرذاذ الماء، هتمشي الدنيا معاك، حاجه كويسه جدا انها موجوده. ولو رحنا للصوت، عندك هنا سماعه مونو لكن صوتها عالي، وصوتها كمان يمكن اعلى من الجالاكسي اي 15، وصوتها نقي. يعني مش هتلاقي سماعه انضف من السماعه دي في الفئه السعريه دي. ولو انت زعلان ان الجالاكسي اي 16 جاي بسماعات مونو، فحابب اقول لك ان الجالاكسي اي 26 هو برضو جاي بسماعات مونو. يعني انا مش عارف اقول ايه بجد. يعني مش عايزين نروح لحته تانية، احنا بنركز على الاي 16 النهارده، لكن يعني ده الموجود. واغلب الفئه دي سماعات مونو كده كده، مفيش غير كام موبايل سماعات ستيريو. لكن انا بقول لك هو يعني ما تحطش النقطة دي وتخليها العامل الرئيسي في اختيار موبايلك. عندنا حاجات أهم من كده. طبعا مش قصدي ان النقطة دي مش مهمة، ولكن احنا عندنا مبررات تانية، عندنا شاشة، عندنا معالج، عندنا كاميرات، فعديها معايا يعني مفيش مشكلة. وانا عن نفسي مع تجربة الصوت اللي هنا ما اتضايقتش جدا. كمان عندك هنا مايك اضافي لعزل الضوضاء، وده طبعا من زمان واحنا عارفين سامسونج بتهتم ان نحط المايك الاضافي لعزل الضوضاء ده. دي حاجة محترمة جدا وهتنفعك في المكالمات. والميزه اللي بعد كده عندنا هنا بطاريه 5000 ملي امبير، بطاريه عاديه زي الموجوده في اي موبايل او اغلب الموبايلات. لكن عايز اقول لك ان اداء البطاريه هنا محترم جدا، هيكمل معاك اليوم عادي بدون اي مشكله. مش هتحس ان الموبايل خلص منك في نص اليوم وانت مش عارف تعمل ايه. لا، في الاستخدام المتوسط هيوصل معاك لتسعة 10 ساعات عادي جدا بدون اي مشكله. ولو استخدامك شديد قوي وسطوع عالي وفاتح الداتا وجي بي اس وكل الكلام ده، فهو قادر يوصل لسبع 8 ساعات بدون اي مشكله. فحقيقي هنا البطاريه هنا اجمل ما يكون. اما من ناحيه الشحن، هي صحيح بتشحن ب 25 واط، لكن عايز اقول لك على فكره الشاحن 25 واط بتاع سامسونج هو شاحن محترم. انت معاك هنا حوالي ساعه وربع، ساعه وتلت لحد ما الموبايل يخلص شحن بالكامل. عندك الموبايل لو فاصل 0% قافل خالص وحطيته نص ساعه، هيشحن معاك 50%. 25 واط هي مش اسرع حاجه، لكن بالنسبه للفئه السعريه والموبايلات الاقتصاديه هو هيقدم معاك جدا ومش هتواجه معاه اي مشكله. تجربه الشاحن ال 25 واط بتاع سامسونج هي رقم فعلي اقوى من اي رقم تاني بيتقالك من الشركات التانية. فحقيقي يعني لو عايز الخص لك اهم المميزات اللي تخليك تشتري الموبايل ده، لو انت عايز كاميرا تصور بيها صور محترمه وفيديوهات محترمه تحت ال 10000 جنيه، وكمان عايز شاشه كبيره بالوان كويسه، وعادي متسامح مع النوتش القديم والحافه السفليه دي، اللي انا متسامح معاه وما عنديش مشكله. لان الاي 26 برضو عايز اقول لك ان هو جاي بالنوتش القديم والحافه السفليه. فسامسونج ان شاء الله لما تغير ال 26 او سلسله ال 20 وتجيبها بالثقب، نبقى نفكر ساعتها ونشتكي تجيبوا لنا الثقب هنا. يعني موضوع مسخره بجد. يعني تاني حاجه، عايز بطاريه تقدم معاك كويس، كاميرات محترمه، شاشه الوانها كويسه، عندك كمان اقوى سوفت وير واقوى تحديثات، موبايل يعيش معاك. فعندك هنا الموبايل ده هو هيكون الاختيار المناسب تحت 10000 جنيه. وبصراحه من الاخر بقى انا عايز اقول نصيحه لاي حد بيتفرج عليها دلوقتي: حط فلوسك في موبايل صح. بلاش تمشي ورا الاعلانات والترندات اللي طلعت لك موبايل ضد الكسر وندبه في الحيطه وندوس عليه بالعربيه وكل الكلام ده.
انا مش قصدي موبايل بعينه، مش بهاجم اي حد، ولكن قصدي شوف الموبايل القوي اللي يديك سوفت وير محترم، اللي يديك تجربة فعلا هتعجبك، لانك انت مش جايب موبايل عشان تقعد تدب فيه، انت جايب موبايل عشان لما تطلع تصور بصورة تعجبك، ولما تستخدمه يبسطك. يعني سوشيال ميديا، تصفح، بتكلم حد، بتعمل مكالمة، عايز تلعب على خفيف وانت مش جيمر، كل الكلام ده هيوفره لك هنا الموبايل ده. واهم حاجة في اي موبايل هي تجربة الاستخدام. حط فلوسك في موبايل محترم، وانا مش بقول لك تعالى اشتري الموبايل ده، انا نصحتك، وانت عليك تشوف ايه الموبايل اللي يناسب احتياجاتك وتختار. طبعا لو قررت تشتري الموبايل ده وعايز تعرف عيوبه، فاحنا عملنا فيديو عن اهم 8 عيوب في الجلاكسي 16 ممكن تشوفه من هنا. مع السلامة.